قال الله جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لماذا قال جل ذكره وهو السميع العليم بعد أن قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم؟ من لم يرزق فالله جل وعلا الذي لم يرزقه، وليس المعنى وليس الحال أبدا أنه خفي على الله فلم يأته رزق. من لم يرزق الله جل وعلا لم يرزقه لحكمة أرادها، وليس المعنى أنه خفي على الله فلذلك لم يرزق. فالله جل وعلا قال: وهو السميع العليم، فالله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية. فمن أعطي فالذي أعطاه الله، ومن منع فالذي منعه الله. الله يعلم أين موقعه هذا العبد، أين مكانه، أين موئله، أين غدوه، أين رواحه، أين مظان رزقه، أين عدم مظانها. فهو وحده جل وعلا الرزاق ولا رازق غيره. فإذا وقر عند العبد أنه لا رازق إلا الله لا يعني ذلك أن يقعد في بيته، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكنه يأخذ بالأسباب ويعلم أن الله جل وعلا وحده هو القادر على أن يجلب له الرزق. فإذا وقع فيما يسمى كسر عظم كما وقع فيه كثير من الفضلاء في زماننا هذا أو في أيامنا هذه في سوق الأسهم، فإنه ينبغي أن تعلم أنها كانت مرتفعة بقدر الله، وأنها هوت وخفضت بقدر الله، وأن الله جل وعلا قادر على أن يرفع قدرها مرة أخرى ويعوض من خسر فيها، ولا يقدر على هذا إلا الله. ولا حرج على المؤمن أن يدعو الله بإلحاح أن يكشف عنه ضره ويعوضه في رزقه وأن يرفع عنه البأساء، فهذا حق مشروع بل إنه مطلوب في رزقه، وأن يرفع عنه البأساء، فهذا حق مشروع بل إنه مطلوب.